فرسكور. المكان اللي التاريخ نفسه وقف فيه وقال الكرامة ليها عنوان. هنا من مئات السنين الدنيا كلها كانت بتتفرج لما لويس التاسع ملك فرنسا اتأثر على أرضها. لحظة خلت اسم فرسكور يتكتب في كتب العالم، مش بالحبر، لا، بالدم والشجاعة. ومن يومها البلد دي ما عرفتش يعني ايه خوف. أهلها ناس على طبيعتهم طيبين، بس وقت الجد أسود، رجالة شغالة من قلبها، كل واحد فيهم بيحط بصمته في الصنعة، في الكلمة الحلوة اللي تفضل في الذاكرة. تمشي في شوارعها تحس بالهيبة، تحس ان الأرض نفسها فخورة بولادها. أصوات الأذان من جوامع فرسكور ليها نغمة مميزة، دايما عامرين بالناس والبركة. صوت يطمن القلب، يخليك تحس إنك بين أهلك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وصوت الإذاعة الصبح وإنت واقف في أرضك بتزرع وبتقول بسم الله، والدنيا كلها حواليك بتبدأ يومها بخير. والصناعة دي حكاية من حكايات المجد، من النجارين اللي صنعوا اسم دمياط للحرفيين اللي علموا الناس يعني ايه صنعة وشرف. فرسكور مش مجرد بلد، دي معنى الجدعنة وأصل الحكاية وصوت الفخر اللي عمره ما هيسكت.